السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزمالك بيواصل السقوط، بيواصل الهزايم، بيواصل أقول إيه، إنه بيتخلّى عن بطولته. هو حامل لقب الدوري العام، بطولة الدوري العام سنتين ورا بعض، بيواصل سقوطه بهزيمته من المحلة في الأسبوع ال15 بنتيجة 2-1. الزمالك عمل كل شيء عشان يخسر، بمدربه إمم، طبعًا فيريرا. عمل كل حاجة على أساس إن هو يخسر، تشكيل غلط، خطة غلط، تحرُّكات غلط، دفاع غلط، كل شيء غلط النهارده تم في أرض الملعب، كل حاجة غلط، تشكيل، خط دفاع بالكامل بيُقف على خط واحد، اتضرب بكورتين بالكربون شبه بعض، غير الهجمات، السيل من الهجمات اللي فتحته غزل المحلة، كان ممكن يوصل لنتيجة ما حصلتش في تاريخ ماتشات الفرقتين. الزمالك كده استسلم يعني بمنتهى الاستسلام، اتنازل عن بطولته، طبعًا مدربه العنيد اللي هو مُصمِّم على الغلط وعمره ما هيتنازل عن الغلط، عمر جابر. طبعًا يعني مشاركته طول عمرها سِر كبير أوي مع جوزوالدو فيريرا. آآ خط الدفاع اللي بيُقف على خط واحد مش عارف ليه. طبعًا النهارده دونجا والسيسي نزل بيهم تغييرات بعد ما كانوا هُم بيلعبوا، ونزل بأشرف شوقة، اللي طبعًا النهارده برضه ما كانش في يومه. ما كانش في تحرُّكات النهارده ولا تفاعل ما بين زيزو والجزيري طبعًا، ما كانش في أي انسجام واضح. إمام عاشور كان بيشوط من برّه المنطقة، رجع عدِّل كل ده بقى فريرة في الشوط التاني، ونزِّل طبعًا عبد الشافي عشان يبقى عدلته على ناحية الباك الشمال، وطبعًا يوسف أسامة نبيه المظلوم، اللي هو بينزل بيحرّك ل لنادي الزمالك، بس طبعًا بعد فوات الأوان، بعد ما يكون الوقت اتأخّر. فمن الآخر كده يعني الزمالك بيهدي بطولة الدوري للنادي الأهلي المنافس أو غريمه التقليدي، إنما الزمالك بيفرّط في البطولة تفريط كبير جدًا. بيخسر الخسارة التالتة بعد طبعًا هزيمته من أسوان ومن النادي الأهلي، بيخسر النهارده الخسارة التالتة غير 4 تعادلات كاملة. فطبعًا الزمالك بيوصل للمركز الخامس. فيريرا يعني عمل جديد في نادي الزمالك وصّله للمركز الخامس، يعني حتى الأندية التانية سابقة نادي الزمالك، فيوتشر، بيراميدز. فكده العملية وصلت لإيه، لطريق مسدود. فريرا طبعًا لازم يرحل، وطبعًا سمعنا بعد الماتش إن هو خلاص ساب فريق نادي الزمالك وبقى المسؤول عن الفرقة أسامة نبيه. طبعًا بس بعد إيه، بعد خراب مالطا. الزمالك وقع وقعة يعني فعلًا كبيرة. فرّط في نُقط كتيرة. كان جماهير الزمالك كانت يعني مستنية عودته. الزمالك ما رجعش النهارده، فضل في سلسلة الهزايم. طبعًا كل التحية للمحلة بجماهيرها، بمدربها الواعد، بلاعيبتها طبعًا. مش هنقول المغمورين، ولكن اللعيبة الرجالة اللي يعني حتى إجمالي لعيبة المحلة دي كلها ما تجيش تَمَن عقد لاعب من لعيبة نادي الزمالك. إنما كل التحية للعيبة المحلة. لعبوا بشرف ولعبوا برجولة ولعبوا احترموا الخصم، إنما الخصم ما احترمهمش. فطبعًا ما استحقش نادي الزمالك إلا الهزيمة، ويفضل في المركز الخامس. ونقول مبروك بطولة الدوري العام على النادي الأهلي لو استمر في انتصاراته، وخد درس برضه من السنة اللي فاتت. إنما الزمالك من سيء لأسوأ، لأسوأ وأسوأ. و يعني ربنا يكون في عون جماهير نادي الزمالك. و يعني نقول إيه، نقول يعني ربنا بإذن الله يولّي من يصلح، ويجيب مدرب كده، الزمالك يجيب مدرب قادر إن هو
ياخد الزمالك لمنطقة طبعًا أحسن من كده، انتظرونا في كل ما هو جديد على قناتكم، وما تنسوش دعمكم لينا باللايك والشير والسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.